السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في موسم البلح، فنجيب ان شاء الله ونخزنه لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. بنفطر عليه في رمضان، وكمان بنعمل منه القطايف، وبنعمل منه احلى عجوة، وبنعمل منه كمان احلى قرص واحلى قراقيش. فان شاء الله تجيبوا وتخزنوا. ودي طريقتنا احنا معتمدينها من سنين طويلة. فده كده اللي انا كنت عاملاه معاكم السنة اللي فاتت، نال اعجاب ناس كتير جدا، وناس كتير طبقت الوصفة. شايفين ما شاء الله ده كده بعد ما خزينه باسبوع، فما بالكم بقى لو احنا سيبناه لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. فاضل على رمضان حوالي 5 شهور او 6 شهور، ربنا يبلغنا رمضان واياكم. فان شاء الله نجيب ونخزنه. ودي كده احسن طريقة. احنا مجربينها ومنعملهوش الا بالطريقة دي. فان شاء الله اتمنى لو شايفة ان المحتوى عندي مفيد، اتمنى تشتركي في القناة وتضغطي لايك للفيديو وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل وصفة انزلها. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا البلح الجميل ده ازاي النهاردة. مبدئيا كده بجيب البلح، لو انت شارياه من السوق او لو جايباه من عندكم من النخل من الغيط. فبنبدأ اول حاجة ان احنا بنعملها ان احنا بننقض البلح كده، وبنشيل القمع اللي بيكون موجود في البلحة، اللي هي القشرة الصفرة دي بنقول عليها قمع. بنبدأ ان احنا ننقضه بقى بالشكل ده، واللي هي بتكون نصها طيب ونصها اصفر بنركنه لوحده، واللي بيكون اصفر خالص اللي احنا بنقول عليه خشور ده برضه بنركنه لوحده. فبننقض كل حاجة كده لوحدها، ولو في اي بلحة بايظة ببدأ ان انا اتخلص منها علشان ما تفسدليش بقية كمية البلح واحنا خزنينه. وبنشيل منها القمع بالشكل ده، ولو مش هتعرفي تشيليه بايدك تقدر ان انت تشيليه بطرف المعلقة كده، بيشتغل بكل سهولة، مفيش اي مشكلة فيه. هنقط بقى كده، ودي كده بتكون بايظة بنتخلص منها علشان هتبوظلك البلح بعد ما يستوي. البلحة اللي بتكون مكشكشة خالص دي بنقول عليها بلحة حكش، بتكون ناشفة كده ومكشكشة، فبرضو بنرميها. ننقط بقى البلح كده علشان نلاحظ اي بلحة بايظة بنركنها كده على جنب علشان نتخلص منه. وبنركن اللي هو بيكون نص سوا زي اللي في ايدي ده لوحده، وهنبدأ ان احنا ننقط كمية البلح. بعد ما نقضناه بنفرشه بقى كده، او بنوزعه كده بقى في صواني وفي الصيجان، او في حاجات واسعة، او لو جايبه كمية تحطي بقى على مشمعات كبيرة. نبدأ ان احنا نسويه جنب بعضه كده، بلحة جنب بلحة بالشكل ده. تمام. وده كده اللي هو البايظ، والبوريك البلحة اللي هي المكشكشة دي اللي احنا بنقول عليه الحكش ده كده بيكون ناشف فبنرميه. ودول الحبة اللي طلعوا من الكمية اللي كانت معايا، اللي هم الحبة اللي نصهم اصفر واللي هو اصفر كله على كل البلحة يعني صفرة سليمة. ده لو انت طالع لك كمية كتيرة منه ده كده بننشره لوحده في صينية لوحديه، علشان ما بنحطوش، علشان ده بياخد سوا، واللي في الصواني ده بياخد سوا، يعني ده بيستوي قبل ده. تمام. بنرصه بقى كده، وبعدين بقى ايه هنبدأ ان احنا نطلعه على السطح في الشمس. وطبعا هقولك هنا نوع البلحة بيختلف في المدة اللي احنا هنركنه فيها على السطح في الشمس. تمام. انا الحبة دول بقى هخزنهم في الفريزر لان هم حبة مش كتير. وممكن لو انت برضو مش حابة تنشريهم، عندك كمية كتيرة برضو ايه تنشريه، تخزنيه في الفريزر كده. بقى طلعنا على السطح، الشمس حلوة ما شاء الله، فبنبدأ ان احنا ننشره في الشمس. فطبعا انا عندي حجم البلحة هنا وسط، مش كبيرة قوي ومش رفيعة خالص، فبسيبه ده بقى 5 ايام كده في الشمس. تمام. ممكن لو عندك البلحة اللي هي الحجم الكبير خالص دي بتاخد وقت في السوا، تسيبيها حوالي 8 ايام ل 10 ايام، فلو زدت عليه زيادة عن كده هينشف منك ومش هيعسل. تمام. فطبعا انا ده كده هنا سبته 5 ايام، وكل يوم بطلع بقلبه امتى؟ وقت قبل المغرب بيكون الشمس راحت من عليه وبيكون بدأ ان هو هدي. يا اما تقلبيه الصبح بدري على الساعة 6 كده بعد الفجر، علشان بيكون واخد الندى والبلحة ماسكة نفسها كده، علشان لو قلبتيها وقت الظهر بيكون البلح طري فهيدعك منك لان هو لسه سخن من الشمس. بقلبه بقى كده كل يوم. وده كده سبته 5 ايام على السطح. وما ينفعش ان احنا نغطيه بقى بحاجة ولا بشاشة، لان احنا برضو بقى عاملين كميات. وكمان طبيعي المناشر بتعمله كده من غير ما تغطيه ولا اي حاجة. واحنا كمان هنغسله فضامنين النظافة بتاعته. بعد ما نزلته كده بقى من على السطح ببدأ ان انا انقضه بقى بالشكل ده. لو لقيت بلحة بايظة بتخلص منها برضو، ولو لقيت بلحة لسه فيها القمح ببدأ ان انا اشيله وبقمعهم بقى كلهم بالشكل ده.
تمام كده بقى بعد ما قمعت البلح بتاعي ونضفته، واهتم واقلبه بقى كويس، والاحظ اي بلحة بايظة بركنها على جنب وبرميها. هنا بقى خلاص بعد ما احنا ما جهزنا البلح بتاعنا، هنيجي بقى قبل ما نخزنه بجهز بقى عندي مصفى مقدين. دي لو ما عندكيش المصفى مقدين ممكن تجيبي السبت اللي هو بتاع البلكونات اللي هو بالخوص. تمام. وبجيب هنا اكياس لبن الحجم الكبير، بلبس كل كيسين في قلب بعض. وطبعا في الوقت ده انا بكون مجهزه حله ميه سخنه كبيره وحطها على النار علشان تغلي، على ما اجهز الاكياس والصينيه بتاعتي والمصفى وكل الحاجات دي تكون جاهزه، علشان نعبي البلح بتاعنا على طول، علشان بالطريقه دي بيطلع معاكي ناجح ان شاء الله ومعسل. كده بقى انا حطيت حلة مية، ولازما المية بتاعتي تكون بتغلي وبتقلب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وتكون حلة واسعة. وبنزل بقى كده بحبة كده، حبة بلح حطيتهم في المصفى، وببدأ ان انا اقلب بقى بالمعلقة كده. بنزله هنا حوالي 3 دقايق 4 دقايق بالكتير، وبنرفعه من على النار علشان لو سبتيه زيادة عن كده هيستوي، والقشرة الخارجية بتاعت البلحة هتتشال من على البلح. تمام كده بقى بعد ما قلبته حوالي 3 4 دقايق بالظبط، برفعه بقى من على النار وبصفيه بقى بالشكل ده، وباخده بقى هنا على الصينية على طول. بنكبه بقى كده على الصينية، وبنبدأ ان احنا نعبيه وهو سخن. لازم يتعبى في الاكياس وهو سخن علشان البلح بتاعك يطلع معسل، وكمان ان هو ما يطلعش مسوس ولا يشمش اي هوا. احنا كده بنعبيه وهو سخن، وهنربط عليه الكيس وهو لسه بيكون سخن. تمام. شايفين البلح بتاعنا ما شاء الله بيلمع اهو من المية السخنة. المية السخنة هنا بتنزلك اي تراب بيكون جه عليه وهو راقد على السطح. هبدأ بقى ان انا بعبيه كده وهو سخن، وببدأ اضغط على الكيس كده او اكبسه كبسة حلوة علشان البلح بتاعي يطلع معسل ان شاء الله. وبالكبسة دي او بالضغطة اللي انت شايفاها دي ما تقلقيش، مش هيتهيألك ان هو يطلع معجن ولا اي حاجة. لا ان شاء الله بكده بتضمني ان ما بيكونش فيه فراغات في وسط البلحة او البلحة، علشان ما تدوتش وما تتفلش وما تنملش والبلح يسوس معاكي ويبوظ. ببدأ ان انا ابرم الكيس كده وافرغه من اي هوا، وابدأ ان انا اربطه بقى ربطتين حلوين كده. وفايدة ان احنا نحط كيسين في قلب بعض علشان لو الكيس اتخرم خرم بسيط ولا حاجة، فيقدر ان احنا الكيس التاني يداويه وما يخليش ان هو يدخله اي هوا ويتفل. يعني ايه؟ يعني يعمل تفل زي بتاع الشاي كده، بتلاقيه متواجد في البلحة. وكمان في بعض البلح لو مش معمول بطريقة صح بتبصي تلاقي البلح بتاعك من جوه عمل فيه دود، اعزكم الله يعني. فلو احنا بقى اهتمينا وعملنا الحاجة صح واتبعنا الخطوات من الاول، ان شاء الله ولا هيدود ولا هيسوس ولا اي حاجة. ودي طريقتنا والله العظيم معتمدينها من سنين طويلة. يعني انا بعمل بالطريقة دي بقالي حوالي 16 سنة، فما بغيرهاش، كل سنة بنخزنه بنفس الطريقة. فشايفين البلح بتاعنا ما شاء الله، ولما تعبيه هو سخن كده هيعسل معاكي ويطلع ناجح ان شاء الله. فطبعا احنا ان شاء الله تجيبوه تخزنوه في البيت، متوفر في الاسواق. لو انت عايزه تجيبيه بقى كده وهو لسه جاي من النخله، تبداي ان انت تنقضيه زي ما انا ما عملت كده، وتنشريه على السطح 5 ايام وتنزليه وتخزنيه زي ما احنا خزنا ده كده. على ما خلصت بقى المصفى الأولانية، المية غلت فعملت ريم أو رغاوي كده على الوش. الرغاوي دي بقى اللي هي التراب اللي كان طالع من المصفى الأولانية. بروح بقى أعبي شوية بلح بقى كمان في المصفى، وبعد ما بعبيهم بغسل إيدي لأن هو بيكون مطرب من على السطح، علشان أنا بعد ما بقلبه بقى كده في الصينية هبدأ إن أنا أعبيه في الأكياس. فلازم إن إحنا نهتم إن إحنا نغسل إيدنا بعد كل مرة ما بنعبي بيها البلح، علشان البلح بتاعنا ميبقاش مطرب وناكل حاجة نظيفة. شايفين البلح بتاعنا ما شاء الله. فان شاء الله تجيبوا وتخزنوه في البيت، لان بجد بتاع المناشر ما بيغسلهوش بمية نظيفة. والله العظيم احنا عندنا هنا في البحر في ايه، مش بحر بقى كمان، دي ترعة. فانا كنت معدية من هناك فلقيت ان هو حطه في العداية وبيغسله في البحر يعني. فاتضايقت منه خالص يعني. قلت له يعني توكلوا الناس حاجة مش نظيفة ومحدش شاف حاجة إلا اللي بيشوف حاجة بقى صدفة. أنا شفته بقى كده بيغسلوا في البحر ومية واقفة، يعني مش مية جارية بحر هنقول بحر كبير، لأ ده بتبقى ترعة. وكمان بتوع المناشر بيعملوا ايه، بيعبوه بقى بيغسلوه كمان بمية باردة، وبيعبوه في صفايح ويكبسوه برجليهم. والله شفنا فيديوهات ان هما
بيكبسوه في رجليهم. فعلى ايه بقى؟ يعني احنا نعمل حاجة نظيفة، اي نعم هتتعبي يوم، بس هتاكلي حاجة نظيفة وحاجة تكون مخزون عندك طول الشتاء. كل سنة وانتوا طيبين. بتطلع بقى كيس البلح كده بالليل، نعمل منه بقى عجوة، نتعشى منه، نفطر منه، احسن من قوالب العجوة الجاهزة. واهتمي كده بكل التفاصيل، ان انت تضغطيه وتكبسيه كويس علشان يطلع معاك النتيجة مظبوطة. وتفرغي الكيس من الهواء وتعبي البلح بتاعك وهو سخن. على ما بعمل المصفى دي بتكون المصفى التانية بعبي بقى مصفى تانية، يعني بعبي مصفى واكيسها واروح معبيه مصفى تانية، واشتغل بنفس النظام لحد لما اخلص كل الكمية اللي معايا. وفكرة ان انا بجيب اكياس لبن كبيرة، ان انت تربطي الكيس كده منه فيه، بخلاف ان احنا نربطه بخيط او بقطعة قماشة، فكده اسهل حاجة. وبنحط كمية قليلة كده علشان ما يسوش وما يتفلش وما ينملش. تمام. هنا بقى غيرت المية، بغير المية لما بلاقيها اسودت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، علشان المية بتكون شالت تراب. كده البلح بتاعنا ما شاء الله بعد ما خزناه، بجيب بقى اكياس لبن وببدأ ان انا اعبي البلح بتاعي بالشكل ده. ممكن بقى تحطيه في اكياس لبن، تركنيه عادي في اي مكان، نشيله في اي مكان. وممكن تشيليه بقى في ضرفة المطبخ، بس برضو احنا ضرفة المطبخ تكون نظيفة، يعني ما يكونش فيها سوس مطرح بقوليات ولا اي حاجة تانية عندنا والسوس يسرح فيها ويدخل بقى الاكياس بتاعتنا وتقولوا احنا عاملينه بطريقة غلط وسوس. لا، احنا نحطه في مكان يكون نظيف، ضرفة النيش، ضرفة المطبخ، اي ركن عندك في الشقة، المهم بيشتغل كده عادي. ممكن كمان لو مش حابة تشيليه في الاكياس كده، ممكن تجيبي جردل او علبة زي دي وتبدأ ان انت تحطي وتكبسي عليه كده وتغطيه بالغطا بتاعه وتركنيه في اي مكان. تمام. المهم ده بيشتغل في اي، وده كده بقى بنشيله في اي مكان، ما بشيلهوش لا في الفريزر ولا في التلاجة، ويقعد معانا من السنة للسنة. فلو حابة تجيبي من السوق وتخزني من الاول زي ما انا ما عملت، لو عندك سطح او بلكونة، ولو ما عندكيش سطح او بلكونة بتروحي الاسواق برضو، او لو في مناشر عندكم. احنا عندنا هنا في الغيطان على الطريق في مناشر للبلح، فبكده بتتسمى مناشر، فبيكون عندهم البلح ناشرينه جاهز، فبتاخديه يا دوب على الخزين على طول. يا دوب ان احنا بنجيبه نقمعه ونشيل منه القمع الاصفر بس، وبنبدأ ان احنا نسلقه في المية ونخزنه على طول. فان شاء الله تجيبوا وتعملوا ده، اسمه بلح سيوي. فطبعا البلح اللي هو بيكون لسه جاي من الغيط وبنعمله زي اللي انا عملته كده من بداية الفيديو، ده بيكون له تمن، واللي بيكون جاهز على الخزين على طول بيكون له تمن وبيكون اغلى شوية. تمام. وده كده جزء من الفيديو بتاع السنة اللي فاتت كنت عاملاه معاكم، فحبيت اشاركه لكم بس علشان تتأكدوا من ضمان البلح بتاعنا. فطبعا السنة اللي فاتت انا كنت مصوراه على مرتين، فالسنة دي انا عملت الحبة دي، فما انتظرتش ان انا اجيب حبة بلح كمان واصورها لكم، علشان قلت انزل لكم الفيديو علشان تلحقوا ان شاء الله تجيبوا وتعملوا، عشان لو نزلته كمان 10 ايام هيبقى البلح مش كتير في السوق زي اليومين دول. كل سنة وانتم طيبين. وده كده كنا فاتحين عليه بعد اسبوع من الخزين، ما شاء الله كان معسل، فما بالكم بقى لما هنسيبه شهرين 3 كمان فهيبقى معسل اكتر واكتر. تمام. فطبعا لو في ناس سألتني لو حابين نعمل منه عجوة ونشيلها في الفريزر، هتستنى عليه كده شهر بعد الخزين وتبدأي ان انت تجيبيه وتفزقيه من البلح من النوى، وتبدأي ان انت تسيحيه على النار من غير سمنة وتشيليه بقى في الفريزر، وتاجي لما تحبي بقى تعملي العجوة تحشيها في قرص ولا اي حاجة تحطي له بقى الزبدة وتبدأي ان انت تشوحيه. بس انا بفضل انما طالما احنا خزنينه كده في الاكياس وراقد محتفظ بحاله زي ما هو، كل لما يرقد كل لما هيعسل اكتر، فناخد منه كده طازة بطازة، بخلاف ان انا احطه في الفريزر فبكده هو مش هيجراله اي حاجة. فناخد طازة بطازة ونبدأ ان احنا نفزقه، ونبدأ ان احنا نحط له الزبدة بقى ونعمله عجوة زي ما هتشوفوا تفاصيله دلوقتي في الفيديو. بوريكي دلوقتي ان البلح ما شاء الله مفرط اهو من بعضيه، مش معجن ولا اي حاجة، علشان ما يتهيألكوش ان الضغطة اللي احنا بنضغطه عليها دي ان هو هيطلع معجن ولا حاجة. لا، ما شاء الله كل بلحة مفرطة عن التانية. فان شاء الله تجيبوا وتخزنوه بنفس الطريقة، والطريقة دي والله احنا معتمدينها من سنين طويلة، فاحنا ماشيين بالنظام ده لان بجد احسن من الجاهز، لان الجاهز بيغسلوا بمية باردة زي ما قلت لكم وبيعبوه في صفايح وبيكبسوه وبيضغطوه برجليهم، فمع عمره بيكون معسل بنفس الدرجة، او لو شفتوه معسل بيبقى حطوا له حاجات تانية كاغراء بس للمشتري ان هو يشوف ان البلح حلو ويشتري. انما ده بقى احنا مقمعينه على ايدينا من الاول،
فحاجة نضيفة وحاجة كده تستاهل بقكم، فان شاء الله تجيبوا وتعملوا. انا كده بقى بفزدقه، نقدر ان احنا نعمل منه بقى عجوة للاطفال رايحين المدارس الصبح. نتعشى منه طبعا، اكيد عشاء خفيف، نعمل طبق عجوة كده، ومش شرط ان احنا ناكله بعيش فينو، ناكله بعيش عادي مفيش اي مشكلة. بعد ما فزقته بقى كده من النوى، ببدأ ان انا اجيب قطعة زبدة واحط عليها معلقة زيت علشان الزبدة ما تتحرقش، وافضل اشوح فيه بقى كده وهرس فيه بقى بالمعلقة او بالشوكة، وبكون مهدية النار علشان ما يتحرقش من ارضية الصينية وياخد ريحة شياط كده او دخنة بتكون مش حلوة. هفضل بقى اهرس فيه بقى كده وبكون مهدية النار علشان لحد لما تعمل معانا عجوة. فبالتالي دي احسن من قوالب العجوة الجاهزة اللي بيكون معظمها تراب، لانه ما بيكونش بلح نضيف ولا نقضه ولا غسله ولا عامله زي ما احنا ما عملنا. ده بيكون بواقي البلح بيطحنوه في المكن وبيجهزوا بقى قوالب ويبيعوه وخلاص على كده. انما ده بقى احنا عاملينه من البداية على ايدينا، فان شاء الله تجيبوه تعملوه في البيت. وزي ما قلتلك برضو العجوة ان احنا نعملها كده طازة بطازة احسن من ان احنا نعملها ونركنها في الفريزر، ده بخلاف البلح الامهات. انا عملت معاكم الامهات ينفع يشتغل في الفريزر، انما ده يفضل ان احنا نعمله طازة بطازة بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. ارجعوا للفيديوهات، عملت معاكم البلح الامهات بطريقتين، وان شاء الله تجربوه. برضو لسه البلح الامهات موجود في السوق، فكل سنة وانتوا طيبين. هاتوا واعملوا. وده كده البلح بتاعنا، عملناه سندوتشات عجوة للأولاد في المدارس. ده كده بمدي طفلك بالطاقة بحاجة مفيدة أحسن من أي حاجة يشتريها من بره. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.